السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي بكأس آسيا للنخبة. مباراة كان صراحة من طرف واحد، كان الهلاليين كان معروف أن الهلال متفوق في مستوى اللعيبة، فرق اللعيبة، الخبرة. صراحة كان الهلال مسيطر في كل شيء، رغم أن الهلال مريح أغلب لاعيبته المباراة الهامة مع الفتح في كأس الملك. صراحة كان تفوق كبير من نادي الهلال، أثبت كعبه العالي على الشرطة العراقي. سجل أهداف الهلال ماركوس رونالدو اللي الهلاليين ما هو عاجبهم ذا اللاعب. لا لا، لازم ينطرد هذا اللاعب، سبحان الله. بعد الجماهير ما أدري كيف ما يعجبها العجب ولا الصيان في رجب. ماركوس رونالدو مو عاجبهم، سجل هدف الأول في الدقيقة 45 وسجلهم الهدف الثالث في الدقيقة 72. ما أدري عنهم ديلا. والمهم اللاعب اللي أحبه صراحة في الهلال لاعب سيفي، صراحة لاعب، صراحة هذا اللاعب صراحة كبير كبير جدا. سجل الهدف الثاني للهلال، بعده ماركوس رونالدو جاب الثالث كما قلت. وجو كنسلو رجع من الإصابة، يا سلام، وسجل الهدف الثالث والرابع. يا سلام جو كنسلو. بعد الهلالين كان بيغيروه جاب لهم لا 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 لا، هدفه صراحة جميل جدا. هذا يثبت تفوق الهلال في آسيا. عقبال الاتحاد، شوف الهلاليين كم شوي يتكلموا على انزاجي وانزاجي، يعني مدرب. وانزاجي صراحة مدرب ما أهم واحد، أهم شيء يفوز. أنا يعجبني المدرب اللي أهم شيء يفوز. لعبت بمستوى ولا من دون مستوى، أهم شيء أفوز. مو ترابط خطوط وترابط بطوط وترابط بطون وترابط أبطاط أهم شيء أفوز. وهذا هو اللعب. هذا مبروك للهلال وجمهوره، وحظ أوفر لجماهير الشرطة العراقي.